مساء الخير عليكم هوانم مصر في جميع أنحاء مصر المحروسة. تحياتي. الحلقة النهاردة عن الهوانم وعن الزمن الجميل وعن الحياة الثرية الجميلة اللي عاشها هوانم مصر بكل أبعادها وبكل جمالها وبكل ما فيها من حلاوة وجمال. النهاردة هاخدكم في رحلة جميلة هتستمتعوا بيها قوي 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 عبر الزمن الجميل، واحنا بنعيش في الأماكن اللي كانوا بيترددوا عليها الهوانم، والأماكن اللي كانوا بينتقوا يشتروا منهم التحف بتاعتهم، وحياتهم يا ترى كانت عاملة ايه، كانوا عايشين ازاي، وكان الناس دي مختلفة عننا في ايه، والناس دي راحت فين، وليه احنا ما بقيناش على الحلو اللي كان عندهم، او لم نبقي على الايجابيات اللي كانت موجودة عندهم. ليه احنا اتغيرنا بهذا الشكل، وليه المرأة تحديدا في مصر اتغيرت بشكل كبير جدا جدا جدا، وفين الهانم المصرية، الهانم الراقية، الهانم الشيك، الهانم المثقفة، الهانم اللي بتعرف تتكلم أكتر من لغة، الهانم اللي كانت بتجيد لغة الحديث ولغة الحوار. فين الهانم اللي كانت بتبقى حريصة طول الوقت على إن صوتها ونبرة صوتها ما يعلاش عن حد معين هي وبتتكلم؟ فين الهانم المصرية اللي كانت حريصة طول الوقت على إن تخلي بيتها وأسرتها من أجمل وأشيك وأحلى الأسر والبيوت اللي موجودة؟ كانوا بيتباروا في الشياكة وفي الرقي وفي الذوق وفي الأخلاقيات. كانت الموضة بتنزل في باريس، أول من يلبس الموضة وأول من ياخد بموضة باريس هم سيدات مصر. كانت الست المصرية في لبسها محتشمة أنيقة، مش مبتذلة. عمرنا ما شفنا سيدة مصرية محترمة هانم كانت بتخرج لابسة لبس فيه عري أو فيه مجون أو فيه صخب. كانت الست المصرية بتاخد من الموضة الفرنسية أحلى حاجة وأشيك حاجة فيها، بما لا يتنافى مع الاحتشام والرقي. النهاردة تحديدا الحلقة أنا عملتها لكم في مكان أنا شخصيا وأنا طفلة كنت باجي مع والدي فيه، وكان بيحب المكان ده جدا، وكان يستنشق عبق التاريخ والزمن الجميل في هذا المكان. واحنا لينا ذكريات حلوة قوي، وكنا بنشوف سيدات جميلة قوي 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 وسيدات راقية، وسيدات كانت تمسك المجلة في هذا المكان او تمسك كتاب وتقعد تقرا فيه، وكانت تسمع موسيقى، وكانوا يقعدوا يشربوا قهوتهم وهم قاعدين بمنتهى الرقي وبمنتهى الشياكة، ومحدش بيجي يقرب ناحيتهم، ومحدش بيجي يضايقهم، ومحدش بيجي يتحرش بيهم زي ما بنسمع دلوقتي. ولكن هذا المكان موجود حتى الآن بنفس النمطية وبنفس الجمال وبنفس الشكل الرائع اللي كان موجود بيه منذ سنوات مضت. مكان النهاردة حديقة جروبي. حديقة جروبي في وسط البلد، تحديدا في شارع عدلي قبل المعبد اليهودي. من الأماكن الرائعة الجميلة الشيك اللي بيقعدوا فيها كانوا هوانم مصر يتبادلوا أطراف الحديث ويقروا كتاب ويتناقشوا فيه. كانت كل هانم تيجي من بيتها الصبح بعد ما جوزها ينزل من الشغل تتمشى تمارس الرياضة في شوارع وسط البلد الجميلة، وتيجي حديقة جروبي تتناول قهوتها وتقرا مجلتها أو تقرا كتابها، وكانت بعد كده تروح تعمل شوبينج من محلات وسط البلد اللي كانت ومازال بعض الأسامي موجودة حتى الآن، موجودة في محلات وسط البلد ما اتغيرتش.
زي شوكوريل، زي صدناوي، حاجات كتيرة قوي قوي قوي. كانت محلات مليانة في وسط البلد. كانت تيجي هنا في حديقة جروبي تاكل الكرواسون وتشرب الشاي باللبن أو الكافيه أوليه اللي هي بيقول عليها حاليا دلوقتي القهوة باللبن، وتتمشى في وسط البلد وتعمل الشوبينج بتاعها وتروح البيت وهي مجددة طاقة ومارست رياضة المشي بكل جمال وبكل متعة. طبعا هوانم مصر كانوا بيتميزوا بالأناقة والشياكة والرقي والتحدث بلباقة. كانت الأم والأب بيعلموا بناتهم ازاي يعزفوا على بيانو، ازاي يقروا طول الوقت ويثقفوا نفسهم ويرتقوا بمستواهم الفكري والثقافي طول الوقت. كان ممنوع البنت صوتها يعلى عند حد معين. كان عشان تتكلم او تتحاور مع اللي حواليها كانت تستأذن قبل ما تخش في الحوار وقبل ما تخش في الحديث. كلمات كتيرة كنا نسمعها عن هوانم زي بارتو، زي لو سمحت. هي الكلمات دي دلوقتي راحت فين؟ اختفت ليه؟ ما بقيناش نسمعها ليه؟ ولادنا الصغيرين دلوقتي هل احنا بنعلمهم انهم ما يكونوا هوانم قبل ما يخشوا في مناقشة او قبل ما يخشوا في حوار؟ هل في واحدة من بناتنا دلوقتي بتقول بعد اذنكم لو سمحتم ممكن ابدي رأيي او اتناقش معاكم؟ دي تربية وده ثقافة كانت الهوانم بتتلقاها طول الوقت من البيت. الهانم كانت والملوك على فكرة ممنوع ملكة أو هانم تلبس لبس فيه عري ولبس مش محتشم ولبس فيه إزال. كان ممنوع تماما إنها تظهر بحاجة مبتذلة أو حاجة مش محتشمة. كانت تقول لك اللي بيلبسوا اللبس ده أو اللي بيرتدوا اللبس ده دول ناس سلوكياتهم مش كويسة، ودول بيبقوا بنات شوارع مش ولاد ناس أو ولاد أصول أو هوانم. هقول لكم أشهر الهوانم في مصر مين. الهانم المصرية اللي كانت أول واحدة قامت برحلة طيران لطيفة داوود، هانم لطيفة داوود. دي حصلت على أول طيارة مصرية بتقود طيارة، وكانت في المرتبة الثانية في العالم بعد واحدة أمريكية قامت برحلة الطيران. تخطت كل الصعاب وتخطت كل الحواجز، ووالدتها سندتها. حتى باباها ما كانش يعرف إنها بتحب هذا المجال وبتدرس هذا المجال. ولما التحقت بمدرسة الطيران والدتها هي اللي خدتها وكانت سبورت ليها وقالت لها لو انتي بتحبي المجال ده انا معاكي وانا هقف جنبك، لغاية لما وصلت وبقت اول طيارة مصرية بتقود طيارة في مصر. وهكذا توالت الطيارات المصريات واصبحنا مكتسحات في هذا المجال في الوقت الحالي. الهانم كانت زوجة للأفندي وزوجة للباشا وزوجة للبيه. ما كانتش بتقتصر على الملكية زي ما أنا قلت لكم، بس كنا بنشوف المرأة في الزمن ده أو في العهد ده كانت بتحترم جوزها قد إيه، وكانت بتهتم بكل تفصيلة من تفاصيل حياته، وكانت قد ايه بتحافظ على بيتها كويس قوي قوي قوي، وكانت قد ايه نظيفة قوي قوي في شخصها وفي بيتها ومع ولادها. وكانت الست البسيطة في ذاك الوقت بتغير من الهوانم وتاخد منهم الأحلى والأجمل. كانت بتشوف الهانم بتقرأ بتتثقف، بتحاول انها تثقف، بتحاول انها تقرأ، بتحاول انها تتعلم، وكمان مش تتعلم وبس، ده بترتقي بتعليمها لغاية لما توصل لمستوى معين جدا جدا من التعليم. الهانم المصرية في ذاك الوقت كانت مطيعة، كانت زوجة مخلصة، كانت زوجة محترمة،
كانت تقف على الباب تنتظر جوزها بابتسامة وتودعه بابتسامة هو وذاهب لعمله. كانت في أمور معينة كانوا يتناقشوا فيها، وحياتهم كانت مغلقة عليهم بعيدة عن الأولاد تماما. كان في أصول وكان في أعراف وكان في معايير للتربية وللحياة الأسرية في ذاك الوقت احنا مفتقدينها في هذه الآونة أو في هذه الحقبة من الزمن. احنا ليه بنحب الزمن الجميل وليه بنقول يا ريتنا عشنا في الزمن الجميل؟ لأن احنا دلوقتي شايفين شخصيات أبعد ما تكون عن الهوانم. ليه المرأة المصرية عملت في نفسها كده؟ ليه المرأة المصرية وصلت لهذا المستوى؟ فين الهوانم؟ وفين انتوا يا هوانم؟ المرأة المصرية المطلعة، المرأة المصرية المثقفة، المرأة المصرية الشيك، المرأة المصرية اللي بتتكلم وحوارها بيضيف ثراء للموجودين. فين صالون الأدبي النسائي اللي كنا بنشهده في هذه الفترة؟ فين صالون مي زيادة وصالون العقاد؟ فين قعدة الست مع الهوانم وهي بتغني وهي بتطرب؟ والصالون اللي بيتقلب بعد كده صالون غنى وصالون ثقافي. فين يا ده؟ فين احنا من ده دلوقتي؟ امتى هنرجع بالزمن تاني ونجيبه عندنا في الوقت الحالي او الوقت الراهن ونقول له تعالى ما تمشيش؟ احنا محتاجين الادبيات ومحتاجين الثقافات ومحتاجين الروح دي ترجع تاني عشان نرتقي بولادنا ونرتقي بالاجيال اللي طالعه ونوريهم قد ايه الست المصريه ممكن تربي اجيال عظيمه على مر الازمنه كلها، مش الزمن الجميل بس. السينما كانت بتجسد في ذاك الوقت حياة الهوانم وحياة الست المصرية. كنا بنشوف الممثلات في هذا الوقت قد ايه محترمات، قد ايه راقيات في اسلوبهم في التمثيل، قد ايه المرأة لما كانت بتمثل كانت بتكلم جوزها ازاي، كانت بتتعامل مع اولادها ازاي، كانت تربيتها في ولادها كان شكل ايه. يمكن السينما والمسرح في ذاك الوقت نقلوا الثقافة دي او ابرزوا الدور ده او العصر ده بشكل ما، وهو ده اللي حببنا في هذا الزمن. ورونا قد ايه كانوا بيلبسوا فساتين شيك ولبس شيك، ورونا قد ايه كانوا بيتكلموا بجمال ورقي وروعة، ورونا قد ايه كانوا مثقفات، ورونا قد ايه كانت الست المصرية بتحترم وجود بيتها في حياتها وبتعتبر الحياة الزوجية دي حياة مقدسة ممنوع الاقتراب منها. بجد وحشنا الزمن الجميل، وحشنا حياة الهوانم. نفسنا نرجع للزمن ده او نرجع الزمن ده لينا تاني، لان احنا بنات الزمن ده واحنا ما بعدناش قوي قوي، ويا ريت نلحق نفسنا ونبعدش وما نتوهش اكتر من كده. تحياتي والى حلقة قادمة ان شاء الله. حديقة جروبي احنا داخلين على الشتاء طبعا. اجمل مكان بتحتسي فيه فنجان القهوة بتاعك انت وقاعد الصبح، وكانوا البشوات والبهوات بيجوا يقروا الجورنال هنا في المكان ده في حديقة جروبي، ويقعدوا ويشوفوا العالم الخارجي من خلال قراءتهم للصحف المختلفة والكتب اليومية اللي كانوا بيقروها قبل زمن الهواتف المحمولة اللي بعدنا كل البعد عن كل ما هو جميل حوالينا وعمل فرق اجتماعية كبيرة جدا جدا. دي حديقة جروبي، شوفوا جمالها قد ايه، حلوة قوي قوي قوي. طبعا ما زالت حديقة جروبي محتفظة بشكلها وبرونقها، واحلى جاتو بتاكله في المكان ده، واحلى ايس كريم بتاكله في جروبي، واحلى سويتس او حلويات موجودة هنا برضو في حديقة
جروبي. انا داخله اهو حواليكوا حديقه جروبي شكلها عامل ايه. ده اسم جروبي. هنخش بقى نشوف الحلويات في جروبي. دي قاعده داخليه. فاكرين الافلام الابيض واسود اللي اتمثلت؟ افكركم بفيلم اين عمري زبيده ثروت وعبد الحليم حافظ لما كانوا قاعدين هنا في حديقه جروبي او في جروبي تحديدا. احلى طبق بسبوسه بالقشطه تاكله هنا، احلى جاتوه تاكله هنا، احلى شوكليت لغايه دلوقتي تجيبها من هنا. طبعا حاجتهم لغايه دلوقتي مميزه جدا جدا. داخلين على قسم الحلويات. دي قاعدة جنب قسم الحلويات. اللي حابب يقعد بقى ياكل حلويات شرقي غربي. بصوا جمال الحاجات الحلوة. ممكن تقولي بقى تعرفني ده ايه؟ ده مرنج. قولي حضرتك، لو حبينا نشتري حاجات حلوة من جروبي، مازال جروبي محتفظ بإيه في الحلو بتاعه منذ الخمسينات حتى الآن؟ الجروب محتفظ بكل حاجه، الكاساتا، مارون جلاسيه، المرنج. مازال في مارون جلاسيه لغايه دلوقتي في جروبي. نوري للناس شكل المارون جلاسيه لو موجود، ولا انتوا بتعملوه بالطلب؟ هو بالطلب، بيطلع بالطلب. في كمان عندنا فواكه مسكره برضه. هنشوف كل حاجه. اكلير، ام علي، في تورته تفاح، في المميز عندنا طبعا الطعم بتاع جروبي مميز عن اي جاتوه. اللي في كمان بياخد زبده، بالزبده حاجه تاني. في البراز، في الفندق كمان، وبالنعناع. انتوا بقى خدتوا الصنعه ولا شربتوا الصنعه من الاجانب اللي كانوا موجودين؟ ما كناش ناجحين بجد برافو. لما كنتوا بتتعاملوا معاهم، الناس دي كنتوا بتتعاملوا معاهم ازاي؟ بتتفاهموا معاهم ازاي؟ لا، في ناس كان معانا، ناس كبيره، ناس شيكات حلوه يعني بيفهمونا بالظبط. لكن حضرتك ما عاصرتش بقى الناس القدام في جروب، او والدك او حد من قرايبك؟ بس احنا بنكمل بقى وراهم. طبعا عشان تحافظوا على المستوى ده. انا فاكره الفندام ده، مش ده الفندام النعناع؟ هو ده متميز بيه جروبي جدا جدا. وكان في منه الاخضر ده تحديدا، والنعناع لاذع قوي فيه. في ده النعناع برضه، بس الاخضر مش موجود. الطري ده برضه قوي جدا. بصوا شكله حلو قوي وطعمه تحفه. طعمه حلو قوي قوي. الكاساتا طبعا جروبي والامريكان متميزين قوي بيها. والامريكان طبعا على مدوار دي الكاساتا. انتوا الامريكان حاجه واحده. بالظبط. انفصلتوا ولا زي ما انتوا؟ ما هو انتوا الامريكان حاجه واحده. الكاساتا دي بقى عباره عن كان عامل ايه؟ الامريكان للشباب وعامل بيه للعائلات كلها. يعني جروبي كان للعائلات والامريكان كان للشباب. الله. ورغم انه راجل اجنبي. طيب لا تعليق، الكاساتا كانت بتتعمل من ايه؟ كاسات معموله بالمانجا والفراوله والكريم شانتيه والفواكه المسكره. سعرات حراريه جامده. الفواكه المسكره كمان. تعالى نشوف الفواكه المسكره. اولا نشوفوا جمال طبعا جروبي بيستعد طبعا لاحتفالات السنه الجديده والكريسماس. مازال لغايه دلوقتي الاجانب او السياحه لما تيجي مصر بيعدوا عليكم كتير. طب ايه اكتر حاجه بيشتروها لما بيجوا عندكم؟ فواكه مسكره، وكمان اكتر حاجه بياكلوا جوه الاكل. الايه؟ الغدا عندنا جوه حلو قوي. الغدا انتوا اكتر حاجه كنتوا مشهورين بيها ساندوتش روز بيف. روز بيف وميزان. ميزان. صحيح مش كده؟ مازال محتفظ جروبي بده. روز بيف والبرجر كمان بحلى. واحلى طبق بسبوسه بالقشطه اكلته عندكم. كنافه كمان. والكنافه، بس انا اكلت بسبوسه بالقشطه ففاكراها كويس قوي. دي بقى فواكه مسكره. العيش اللي عندنا احنا بس. ده تين كمثرى، بس بحرق المروب بيبقى نفس الشكل ده كده. المارون جلاسيه.
في دي كمثرى، في البلح، في قرع عسل، طبعا حاجات ده مشمش، وفي لارنج. طيب ممكن تديني فكره عن الاسعار؟ يعني اسعاركم في متناول اسعار الجميع؟ كويسه، كله شغال وزي الفل تمام. يعني الكمثرى مثلا المسكره الكيلو يعمل بكام؟ هو الكيلو مشكل بنعمله ب 315. تمام. اي حاجه اي حاجه من فواكه مسكره. ده برضو ده مارينج. مارينج اللي هو الفندق. حلو قوي. وعلى فكره انا اكلته من عندكم، كمان طعمه مختلف قوي، سكره خفيف جدا ورخيص كمان. يعني احنا عاملين كيلو بتاعه ب 100 جنيه. حلو قوي. العلبه دي بكام؟ العلبه دي ب 20. يا بلاش. حلوه قوي. ودي برضو دي نص كيلو. ده نص كيلو ده ب 80. الشوكليت فين؟ انا مش شايفه الشوكليت بتاع كروب. لا كان جروبي مشهور. كان جروبي مشهور بالشوكليت بورقته مكتوب عليها جروبي، صحيح؟ ده ايه بقى؟ دي مربات بقى. في مربة الكوم الكوار، في مربة المشمش القرع العسل، في مربة الفراولة، مربة المشمش، واللارنج طبعا اللي هي والبلح باللوز. دي مربة الطعام بالقرنفل. بكام بقى البلح باللوز؟ دي ب 65. حلو قوي. انتوا ارخص من اللي هم في المحمصه والناس. لا احنا عاملينها رغم ان انتوا متميزين يعني. واللارنج كمان، مربة اللارنج كمان. شوفوا الستارز الجروبي واخدها، شوفوا واخد كام نجمة من وزارة السياحة. يستحقوا بجدارة. القعدة دي على ما اعتقد، انا لسه قايلة للمشاهدين بورها ان جه فنانين كتير قوي صوروا افلام وقعدوا في القعده دي. يعني لما اتذكر عبد الحليم وزبيده ثروت، وكمان الموسيقار محمد عبد الوهاب. ناس كتيره. ده بقى مخبوزات. دي الخاصه بقى. في بقى ده اسمه صفيار، ده انيس. ده اكتر حاجه. قول لي بقى ايه الصفيار وايه الانيس؟ الصفيار ده في ناس بتاخده من عندنا، محلات بياخدوه يعملوه في تورته الايس كريم، هو الفينجر. اوكي الفينجر. ده الانيس اللي هو الانس، اللي هو بطعم الانس، ده كله معمول بالزبده. اوكي. ده اللي فيه ينسون شويه. بالظبط كده. اوكي. طبعا كل الحاجات دي انتوا اللي بتصنعوها عندكم في المكان ده. تمام. بكام العلبه دي؟ دي ب 100. حلوه قوي. دي عامله كيلو؟ لا كيلو الا ربع. كيلو الا ربع. هي واخده زبده بلدي. ما زال جروبي متميز برضو في عرض البونبونيرة والفاز والحاجات دي. يعني كلها بتاعت زمان، دي كلها كل ده يعني دي من زمان، ايام الخواجه. دي من ايام الخواجه. يعني شوف شكل البونبونيرة دي، بس دي فضه خالصه، معقوله؟ تحفه. طبعا في زمن الهوانم اللي احنا بنتكلم فيه، وكانت قعدة الهوانم المفضلة هنا، ويشربوا القهوة الصبح ويقروا الجورنان او يقروا كتاب، وييجوا يشتروا الشوكليت بتاعهم من جروبي من هنا. واظن حفلاتهم واعياد ميلادهم، مش كده، اعياد الميلاد والحفلات لازم اجيب من جروبي التورته ومستلزمات الاعياد الميلاد وكل ده. كان في تورته عندكم مميزه قوي قوي، اللي هي الايس كريم، تورته البولدناش. تورته بولدناش. البولدناش عباره عن ايه؟ دي بتبقى ايس كريم، بتبقى فانيليا وفواكه مسكره وسكر شعر من يعني دي من اكتر تورت عندنا اللي هي معروفه جدا. تورته البولدناش واخده كريم شانتيه. ما زال في هوانم لغايه دلوقتي بيقعدوا في حديقه جروبي وبيجوا الصبح وبيحتسوا فنجان القهوه بتاعهم. وصف لنا هانم كده وقول لي شكلها عامل ايه للناس. قول لي بتتميز بايه الهانم اللي بتيجي تقعد عندك حتى الان في جروب؟ الوقار بتاعها، الوقار والشياكه، وكمان التواضع بتاعها. التواضع والوقار والشياكه. بتتمنى ان سيدات مصر كلهم يحتذوا بيهم ويقتدوا بيهم. توجه رساله لسيدات مصر وتقول لهم ايه؟ نفسي كلهم يجوا جروب، نفسي ايام ذكريات زمان، يستعيدوا ذكريات زمان. وتقول لهم ايه كمان؟ تقول لهم يبقوا زي الهوانم في ايه؟ يقلدوا الهوانم في ايه، او يبقوا زي الهوانم في ايه؟ هنا في التواضع كويس، وحب الناس كلها. حب الناس والتواضع. اشكرك جدا جدا وبالتوفيق،
ودايما جروب يا رب كده اسمه دايما قائم وموجود في مصر طول الوقت. شكرا. وعدتكم ان انا اعرفكم على بعض حياة الهوانم. الهوانم في مصر كانوا عايشين ازاي، كان بيوتهم عاملة ايه، كانوا بيهتموا بايه، كانوا بيحبوا ايه. كل بيت من بيوت الهوانم كان موجود فيه ايه شيء اساسي لا يمكن الاستغناء عنه. كان بيوتهم حتى البسطاء منهم، الهانم البسيطة اللي لا تنتمي لعائلة الملوك والأميرات، كانت بتمتاز برضو في بيتها بالشياكة والأناقة، وكانت حريصة كل الحرص إنها تقتني تحفة من التحف تكون موجودة في بيتها. بتحس بالفخامة، بتحس بالرقي، بتحس بالشياكة، بتحس إن بيتها متميز جدا جدا. عشان كده أنا النهاردة جبتكم في مكان استرجع فيه معاكم الزمن الجميل والذكريات الجميلة اللي احنا مفتقدينها في الوقت الحالي. انا عايزة اوريكم شكل الجاليري. معانا دلوقتي الاستاذ مجدي صاحب مزاد. احنا صالة كاتساروس المزادات. بس قبل ما اتكلم عن الصالة عايز انوه عن القناة الجميلة اللي حضرتك تبنيتيها والافكار والقيم الرائعة اللي عايزين نرجعها لمجتمعنا، واتمنى لكم كل التوفيق وللمستمعين كل الصحة والسعادة. استاذ وجدي، طبعا حضرتك بتلاقي متعة جميلة قوي قوي، وحضرتك لسه عايش مع الزمن الجميل ومقتنيات الزمن الجميل. احكي لنا بقى حضرتك يعني احساسك ايه وانت عايش في وسط التحف والانتيكس دي كلها ولسه ما بعدتش عن روائع الزمن الجميل؟ انا للاسف اسير فترة زمنية محددة وعايش فيها سعيد، ولما بخرج من القوقعة بتاعتي بلاقي نفسي مش في مكاني. معاك حق، انا ما انصحكش بالخروج. طيب قولي حضرتك، سيدات او هوانم مصر كانوا حريصات على ايه من الانتيكس دي يقتنوها بقى في بيوتهم؟ يعني كل واحدة كانت حريصة ان بيتها يبقى موجود في القطعة دي او الانتيكس ده. طبعا زمن ان البيت لازم يكون فيه بيانو، والاولاد لازم يتعلموا على البيانو والترقية، التنشئة الفنية الراقية جدا. دي كانت حاجة ضرورية قوي. ده بالنسبة للبيت. بالنسبة بقى اللي بتجوز بنتها وغيره، فطبعا كانت بتفكر في البونبونيرة السر اللي هتتقدم فيها حاجات زي كده، أو طقم كريستوفل بتاع الأكل، أو أطقم الليموج، وهكذا. طبعا ده غير الموبيليات والسجاجيد والنجف. النجف بقى ايه كان اكتر حاجة بتعجب السيدات في الوقت ده في النجف؟ النحاس ولا الكريستال عصفور ولا ايه؟ لا، اذا كنا بنتكلم بقى على الهوانم طبعا كريستال عصفور جميل جدا، بس الفترة ديت كانت الحاجات الكريستال البوهيمي والكريستال التشيكي القديم والبرونز الفرنساوي. اسعارهم كان مبالغ فيها ولا في متناول الجميع؟ يعني الهانم اللي فوق الشرقيه بتاعت الجنيه نفسها طبعا يعني ما ينفعش نقول ده وقتها كانت النجفه ب 10 جنيه اللي دلوقتي بيتقال عليها كذا الف، لان القيمه الشرائيه او القوه الشرائيه بتاعت الجنيه كانت مختلفه، لكن في زمانهم كان يعتبر غالي. كان غالي وبيقبلوا على شراء الانتيكس والتحف دي، لان كانوا معتبرين ان البيت اللي ما فيهوش حاجه من اللي حضرتك قلتها او قطعه من قطع الانتيكس دي ما يبقاش بيت الهانم، ما يبقاش بيت الهانم. طيب حضرتك قلت البيانو قطعه اساسيه، ده لحرصهم الشديد على تعليم بناتهم وولادهم الموسيقى والبيانو، وان هم ينموا فيهم الحس الموسيقي. العائلات دي كانت بتهتم طبعا بالتربيه الفنيه، الرسم، الشعر، الموسيقى، التذوق الجمالي بكل صوره. فدي كانت جزء غرس القيم والاخلاقيات كمان يا استاذ وجدي برضو اللي احنا مفتقدينها في الزمن ده. احنا زماننا على فكره زمن جميل قوي، احنا بس لو نعمله شويه رتوش. زماننا زمن جميل قوي. اللي احنا فيه ده مش وحش ابدا، لانه فيه امكانيات تانية. زي
يعني النهارده ممكن المعرفه تيجي عن طريق جوجل، ده ما كانش موجود في الزمن ده. اللي عايز ينظم نفسه، ينظم حياته، يحسن مستواه الفكري والثقافي وغيره، كل واحد بينقي طلبه، كل واحد بيلاقي ذوق. لكن الزمن بتاعنا ما هوش الزمن الوحش اللي الناس بتتكلم عليه. لا احنا ما بنقولش زمن وحش، بس بنقول احنا بعدنا عن الحاجات الحلوة اللي صح. كانت موجودة في الزمن الجميل، او تناسيناها او مش شايفينها. احنا كمثال سريع كده، شوفي حضرتك وجهات العمارات اللي موجوده هنا في وسط البلد اتعملت في الزمن ده شكلها ايه، ووجهات العمارات اللي على المحور شكلها ايه، حتى مش بنزين وش بياض. صحيح صحيح. هي وسط البلد كلها اتعملت بشكل فني رائع. صحيح. يعني بجد اللي عمل عمارات وسط البلد ومنطقة وسط البلد ده فنان. منظومه في متحف مفتوح. متحف مفتوح متحف فعلا. مفتوح. متحف مفتوح. قول لي بقى الولاد الصغيرين، يعني الهوانم الصغيرين، كانوا مامتهم باباهم كانوا بيحببوهم في ايه بقى في التحف الانتيكس دي كلها؟ كانوا حريصين مثلا، كان في العاب معينة من الانتيكس كانوا يقبلوا على شرائها؟ شوفي حضرتك، البيت اللي كان بيسمع عبد الوهاب، الولاد كانوا بيسمعوا عبد الوهاب. البيت اللي كان بيسمع شارل أزنافور كان بيطلع يسمع ولاده بيغنوا شارل أزنافور. فالبيت اللي فيه تحف اكيد الاولاد يطلعوا مش شايفين اللي هو ده اللي حلو. كانوا بيحبوا الجراموفون. انا شايفه الجراموفون على فكره. طبعا انا شايفه. تعالى قول لنا بقى، احكي لنا شويه يا استاذ وجدي عن الجراموفون. لا، اللي يكلمك عن الجراموفون احسن بقى الاستاذ كريم أباظة. استاذ كريم أباظة طبعا اتشرف بحضرتك من عيله الأباظيه، واشرف طبعا بلقاء حضرتك ونعرف الناس بحضرتك. حضرتك عضو مجلس شعب سابق ومن عيله الأباظيه، العيله الجميله اللي مصر كلها بتشرف طبعا بيها. فعرف نفسك حضرتك بقى للمشاهد. كريم أباظة مقتني تحف، أعتقد من بداية الثمانينات. عشق، هو يعني وصلت لمرحلة عشق. استاذ كريم، انا جيت هنا المكان لقيتك قاعد متعايش بشكل فيه غرام وفيه حب وعمال تتفرج على الانتيكس اللي موجودة في الجاليري بشكل لفت نظري. أنا بتعامل معهم من زمن الزمن، أيام زي ما بيقولوا الجدود اللي كانوا موجودين. اتعلمت منهم حاجات كتير قوي قوي. قول لي بقى اتعلمت منهم ايه؟ لا، في فرق بين حاجة زي لوحة مثلا مطبوعة أو مرسومة ولوحة الفنان متقلدة. تبقى فرق السماء من الأرض مثلا. في فرق بين حاجة شغل قديم قوي لتاريخه، وفي حاجة معمولة ومتقدمة. لأن كنتوا بتحبوا تقتنوا لوحات لمين؟ بيكاسو؟ لا، كتير كتير وفي فنانين مصريين كتير جدا. زي مين؟ قول لنا حضرتك. في صلاح طاهر، في ناس كتير قوي مصريين. طبعا في ناس كتير مصريين محترمين، وهم دلوقتي ماشيين اكتر من الاجانب. يعني اللوحات المصريه مطلوبه اكتر من اللوحات الاجنبيه. الفنانين كنتوا حريصين لما كنتوا تجيبوا انتيكس في البيوت، كان ولادكم برضو يبقى عندهم شغف وحب انهم يمارسوا موهبه الرسم، موهبه الموسيقى؟ كان عندهم هذا الشغف وهذا الحرص على ممارسه الهوايات دي من خلال اقتنائكم هو ده بيبقى موروث، بمعنى زي ما وجدي بيه قال ان البيت اللي سمع عبد الوهاب، ما هو برضه اكيد ولاده برضه هيبقوا على نفس النمط اللي عاشوه. صحيح. واخده بقى. وهو تطورات مثلا زي الجراموفون ده. الجراموفون احكي لنا بقى يا استاذ. الجراموفون كان اي بيت كان لازم يبقى فيه، زي ما في البيانو في الجراموفون، وكان في الاسطوانات. كان قد ايه بيبقى الواحد ماسك الاسطوانه وحريص انها ما تقعش، يعني حبيبها، يعني مش خايف عليها، ده خايف عليها حب. مش خايف عليها انها تتكسر، ده هو خايف عليها لما يعوضهاش ما يعرفش يجيبها تاني. مش هتعوض. ولذلك النهارده فعلا ما بقاش فيه النهارده عشان تلاقي اسطوانه لمحمد فوزي، اسطوانه لأم كلثوم، اسطوانه لعبد الوهاب، انديل مثلا محمد اسمه ايه دوت، عبد العزيز محمود الى اخره. الناس القدامى دول، ليلى مراد طبعا، ليلى مراد، ام كلثوم في بدايات اغانيها. عندي في اسطوانه الانسه ام كلثوم. يعني مكتوب عليها الانسه ام كلثوم.
قول لي حضرتك، في حاجه من الانتيكس بتاع حضرتك جايبه هنا بقى يتعمل له ترميم او يتعمل له معالجه او يتعمل له حاجه؟ كتير. آه. لو في حاجه عندي مثلا محتاجه ترميم بجيبها هنا، لان هنا في خبراء. اكيد في استاذ خبراء. وجدي يعني هو حابب قوي قوي الموضوع ده خبير كبير، وعاشق كبير عالمي. للانتيكس قوي قوي قوي. ف عايزين نتعرف. طيب الصالون ده ابيسو ولا ده ايه نوعه ده استاذ؟ ده الصالون ده نوعه ايه يا استاذ وجدي؟ قول لنا. ده صالون كانيه. تاني. اه آه، الشغل ده كله شغل يدوي بالخرزان. دي محطوط عليه هنا برضه في شغل الخرزان، محطوط عليه ده عشان يحافظ عليه. ده كله حفر يدوي، وبعدين واخد ورق ذهب اصلي. الله. ده كان بيبقى موجود في البيوت. ده طراز لويس السادس عشر. لويس السادس عشر. ده الطراز لويس السادس عشر. سعره غالي؟ في الوقت الحالي ولا وقت الهوانم حضرتك؟ وقت الهوانم ووقتنا هذا. في الوقت الحالي مطلوب فيه 12000 جنيه. 12000 جنيه. كنبه واثنين وكرسيين فوتوه. وفي وقت الهوانم يمكن كان ب 4 جنيه بقى ولا حاجه. 4. طيب ما احنا لا بنتكلم بقى على تغيير، هي نفس على فكره، لو يمكن كمان كده دلوقتي اقل يعني. 4 جنيه دي كانت زمان في ايامهم. في زمان كان الجنيه الذهب ب 97 قرش ونص. اه يعني كان اقل، كان الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب. انا مش عارف النهارده الجنيه الذهب بكام. جنيه الذهب داخل على 10. لا عدى ال 10. عدى ال عدى 10000. ال 10. عدى ال 10000 جنيه. عدى ال 10. انا كنت امبارح بنتكلم عنه. يعني اضرب بقى في 10000. 10000 ضعف. يعني يعتبر 12000 دلوقتي سعره رخيص. طبعا. سعره رخيص جدا جدا. طب ايه اللي يميزه عن اي صالون عادي بقى بنشتريه؟ قولي حضرتك، يعني انا حابه اشتري حاجه زي كده. النسب. اه النسب بتاعته نسب حلوه قوي قوي. النهارده كمان بالنسبه للبيوت الصغيره، فده سهل قوي في استعماله. غير مثلا المرايه دي عايزه قصر عشان الارتفاع العالي بتاعها. يعني ما تنفعش تحط في البيت عادي. اباليك ده نحاس مش كده؟ شغل نحاس. الفاز دي بقى دي فازة ليموش فرنساوي من القرن ال 19. تعمل كام دلوقتي؟ بلاش بقى عشان ما تبقيش عملت لنا دعايه جامده قوي. لا لو حد حابب بجد يقتني حاجه زي كده دي ب 3500. والله جميله حلوه جدا ان انا اقتني تحفه انتيكس من القرن التاسع عشر. يعني دي حاجه في منتهى الروعه. الله يخليك. البونبونيره دي احنا كنا فاكرين، انا كنت فاكره والدتي عندها البونبونيره دي، ولما جيت اتجوزت جابت لنا واحده زيها عشان نحط فيها الشوكليت. صح. فدي كانت تاريخ بالنسبه لنا، او صحيح. كل بيت اصيل كان عنده البونبونيره دي. صحيح. دي بقى من برضو من لويس التاسع عشر ولا؟ لا ده سيفر فرنساوي من بدايه القرن العشرين، 1920 1930. طيب البونبونيره دي عامله كام؟ 12000. 12000 صيني كلها؟ صيني كلها بالبرونز. بالبرونز. الطبق ده اولد فيينا مطلوب فيه 1800. حلو قوي قوي. الكل ده فاز؟ ده عقد؟ ده عقد. ده عقيق؟ لا ده جيد اخضر. ده نوع من الاحجار؟ نوع من الاحجار ايوه. وده مورانو. طب سعره غالي ولا؟ 2000 جنيه. طيب يعتبر كويس برضو، معقول مش وحش. دي ايه بقى ده؟ الكوبايه دي هل انتيكس ولا كان بيتشرب فيها حاجه؟ لا ده موجود لان ده كلوازوني. ده شغل صيني قديم، واخد طبقه من الازاز، حاجه اسمها يعني ده كاس كنا بنشرب فيه عصير، كنا بنشرب فيه حاجه معينه. ده كاس فعلا؟ ده كاس فعلا. بس ما فيش عندي غير واحد فقط. مش انتيكس يعني. لا. اوكي. فازات. الساعات عند حضرتك يا استاذ وجدي، الساعات القديمه اللي كانت بتبقى موجوده في بيوت الهوانم موجوده عند حضرتك؟ مش موجوده حاليا في الوقت الحالي. دي كل ده فاز؟
شمعدان طبعا، الشمعدان ده كان حاجه مهمه في كل بيت. طبعا بخصوص كان قبل الكهرباء كمان. طبعا، والبيت اللي فيه شمعدان ده في شاعريه. فيه شاعريه وفيه رومانسيه. طبعا. وما اعتقدش ان بيت من بيوت الهوانم كان بيخلو من الشمعدان. ده ضروري. استحيل. على السفره على الاقل. وبعد كده على فكره تعلموا الناس برضو ان هم يقتنوا الشمعدان النحاس والفضه يعني بقت كل البيوت في مصر او الغالبيه العظمى من البيوت بتقتني الشمعدان ده بكل انواعه. بالظبط كده. ده نحاس مش كده؟ ده نحاس. والفضه بقى فيه ولا ما فيش؟ لا ما عنديش. فضه ما فيش. طب الصالون ده ايه يا استاذ وجدي؟ ده شنو؟ شغل الصين. الرسومات اللي عليه دي جميله قوي قوي، طبعا بالصدر. حلوه قوي قوي، والقماش حلو قوي بس حلو، نوع حلو قوي. الشكمجيه، الشكمجيه احكي لنا عن الشكمجيه. دي تقليد جديد برضه. تقليد. بس هي كانت بنهتم باحياء التراث جدا. بس هي كانت بقى اللي بتحط فيها الحاجات القيمه بقى والمجوهرات. بالظبط. لكن ده شغل جديد حديث. ده خشب. حلو قوي. السفره دي يا استاذ وجدي خشب ورد. اللي يقول لنا بقى على حكايه الخشب ديت، عندنا هنا استرجي ممتاز، ده الخبير الخشب بتاعنا. نوع الخشب ايه اللي في ترابيزه السفره دي؟ ده خشب ارو. خشب ارو. ارو بسيط. والخشب الارو انا عارفه ان هو خشب غالي جدا جدا. طب سفره زي دي يا استاذ وجدي تعمل كام؟ حوالي 20. طب حلو قوي قوي. بس قول لي مع مرور السنوات دي كلها لا في رجل مثلا كرسي اتلخلخت ولا في؟ عشان كده بقى عندنا الصناعيه الحلوين اللي بيرجعوا الحاجه. لا انا قصدي يعني احنا دلوقتي لما بنجيب حاجه وبنجيب حاجه غاليه مش رخيصه، ما بنكملش شهور نلاقي الرجل اتلخلخت. ما ده العصر، ده سمة العصر. انت بتشتري ازازه علبه الكوكاكولا وعارفه انك هترميها اول ما تخلصيها. بس الناس دي كان عندها ضمير في الصنعه. يعني كانوا بيصنعوا الحاجه بضمير. الحاجه اللي تتجيب عشان تترمي. حب الصنعه. حب الصنعه. الله برافو عليك. هو اللي بيحب عمله بيتقنه فعلا بجد. طب والمرايه دي نحاس؟ لا خشب. لا خشب اللي فوق ده ولا نحاس؟ خشب واخد ده. ذهب. السجاد؟ لا ده بقى نعملها حلقه لوحدها عشان ما السجاد طبعا. لا ده موضوع تاني. هل لونه بيرجع طبيعي ولا؟ لا هي بتفضل كده. شنوا؟ ده تركي. في نهايه الحلقه استاذ وجدي تحب تقول ايه للمراه الان في مصر وتقول لها تقتدي بهوانم مصر في ايه؟ الرساله اللي توصلها للمراه المصريه في الوقت الحالي. المراه المصريه ترجع لنفسها وتعمل استخاره لنفسها وتعرف هي مين وقيمتها عاليه قد ايه، وانها مش عوره وانها مش عيب وانها مش حاجه تستخبى. احنا بنفخر بيها وعايزين نتقدم بيها، ومن غير ما نتقدم بيها اولادنا مش هيتقدموا ومش هنبقى في مصاف الدول الكبيره. اشكرك استاذ وجدي وسعدت جدا جدا بلقائي معاكم في الحلقه دي. شكرا.